مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. هو أولا لا تعليق بصراحة، يعني لا تعليق. أنا بره شعوري خالص ومش قادر أتمالك أعصابي بصراحة، يعني فمش عارف أقول إيه يعني. فبس هو يعني كل اللي أقدر أقوله إن من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة أفريقيا والخروج بهذا الشكل المذل على أرضك وسط جمهورك وسط 100,000 متفرج، وعامل لي دوشه بقالك اسبوع عمال تقول لي استاد الرعب والناس جات وبتشجع من اول الماتش. من يتحمل الخروج ده مش كولر، لا مش كولر، مجلس الاداره. ما فيهاش كلام. انت كان في ايدك ان انت تمشي الراجل ده من بدري. الراجل ده كان المفروض اصلا يمشي من بعد خساره السوبر الافريقي. فيعني من يتحمل الخساره دي هو مجلس الاداره. من يتحمل ان هو جاب لنا راجل مدير رياضي بقاله 30 سنه بعيد عن الكوره، راجل ما يعرفش اي حاجه خالص في اي حاجه، ولا عارف يجدد لعيبه، ولا عارف يتعاقد مع لعيبه، ولا عارف يعمل اي حاجه خالص، ولا عارف حتى يجيب مدربين، ولا عارف حتى علاقته كويسه تبقى مع الراجل المتخلف المدرب ده. هو مجلس الاداره، هو الكابتن الخطيب نفسه هو من يتحمل. فيعني ما تقوليش بقى انت هتنسى الراجل اللي فات في دقيقه وعشان ماتش ومش عشان ماتش. عشان ماتش ده اسمه فشل. انت صرفت في الميركاتو اللي فات وفي الميركاتو اللي قبله وفي الكلام ده كله، وعندك لعيبه وعندك دكه وعندك ناس وعندك كل ده عشان ايه؟ عشان تطلع من فريق زي ده على ارضك وهو مستحوذ عليك طول الماتش. ايه العبط ده يا جماعه؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ هو ده الاهلي؟ معلش، انا رحت اتعادل معاه هناك 0-0 واجي النهارده اجيب جول في اول نص ساعه في الشوط الاول. عشان ايه؟ المفروض اجيب الثاني والثالث والرابع، وده الكلام اللي قلناه. عشان ايه؟ عشان الراجل متخلف زي المدرب ده يطلعني بره البطوله؟ ده عشان ايه ان شاء الله؟ يعني ليه الكلام ده؟ فدي سقطه لمجلس الاداره. اتمنى ان الراجل ده يعني هو ما فيش حاجه تعوض، يعني حتى هو لو مشي بعد الماتش وده الاغلب الظن ان هو خلاص ده اخر ماتش ليه، فما فيش حاجه تعوض الكلام ده. يعني حتى لو هو مشي ما فيش حاجه تعوض ان هو يمشي. البطوله اللي ضاعت، انت معلش السنه دي اخطاء كارثيه. 3-0 بطولات، زيرو حضرتك، بيج زيرو السنه دي، برغم كل الصرف اللي انت عملته ده. بيج زيرو. الزمالك ياخد كاس مصر وانت مش هتاخد بطولات. تخيل بعد ما كانت كل البطولات في ايديك. قرارات غبيه، ناس اغبياء قاعدين في المجلس، عدم تحمل المسؤوليه. في الاخر طلعت بيج زيرو. شمت الناس فيك، خلي الناس تاخدك غسيل ومكوى ويحطوا عليك، وفي الاخر حضرتك صرفت وعمال تصرف وفي الاخر ولا اي حاجه. اشرف بن شرقي لاعب جيد، لكن مش هو اللاعب اللي كنا نتعاقد معاه بالمبلغ ده كله. هو لاعب اصلا معدي 30 سنه. في الاخر المفروض ان هو يعني يعمل لك حاجه في الماتش. الكره اللي جات له في اخر الماتش مش عارف يلعبها. ادي اشرف بن شرقي. ورحت تجيب زيزو بالعند برضه نفس الكلام. كل صفقات المقيده هتبقى كده. مفيش غير اللهم ان صفقه امام عاشور بس هي اللي مفيش غيرها. ما شاء الله تطلع على ارضك بعد ما كنت كسبان، وفي اخر دي ويا ريتهم هم اللي جابوا الجون. ده انت اللي جبت الجون في نفسك. ده خيبه، اقسم بالله خيبه اللي حصل النهارده ده. اقسم بالله العظيم خيبه اللي حصل النهارده ده. خيبه على مجلس الاداره اللي لا يفقهوا شيء في شيء، على مجلس الاداره اللي الكابتن الخطيب قاعد في الساحل ويتحامل على مرضه. يا عم الله يشفيك، اذا كنت انت مش قادر تدير اتكل على الله، روح. مش عارف تدير، روح، سيبها، ما تترشحش. انا مش فاهم سايب لنا الراجل ده من اول الموسم ليه؟ الراجل ده بيعمل كوارث من اول الموسم، سايبه ليه؟ عشان ايه؟ عشان تنقط الجمهور؟ ذنب والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاداره، وحسبي الله. يعني مش هلوم كولر، الراجل بيشتغل وخلاص. طالما انتوا شايفينه كويس وسايبينه خلاص. ده المفروض اصلا كان يمشي من زمان ونستنى الاداره تمشيه. لازم يحصل كارثه كبيره كل مره عشان نمشي مدرب متخلف عندنا. كل مره لازم يحصل كارثه كبيره عشان نمشي المدرب. لازم ناخد على قفانا ونطلع من بطوله ونخسر كل البطولات عشان نمشيه. طب ما تمشيه من الاول. لا، ازاي؟ نموذج ريال مدريد السنه دي هو نموذج الاهلي. مفيش فرق، مفيش اي فرق. حسبي الله ونعم الوكيل في الاداره. والله ذنب الجمهور اللي راح النهارده ده كله، والناس اللي قاعده في القهاوي والناس اللي قاعده في البيوت دي في رقبتكم. اقسم بالله انتوا ما تستاهلوا الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها.